وتحيات النجوم المحترمين اللي في الاستوديو. نشكرك يا فندم. يعني انا بس عايز اقول لك يا كابتن شوبير ان بلاها رياضه بقى اللي بالشكل ده. بالامانه يعني، بس انا اصريت ان انا يعني يكون انت لك السبق فيما حدث الان من اتصال مع السيد وزير الاعلام استاذ اسامه هيكل. نعم. وكان رد فعل السيد الوزير الفوري بايقاف المخرج وتحويله للتحقيق فورا. فعلا ده حصل. ما انا يعني خصيت حضرتك لان انا تابعت، ولو ان انا كنت في العزاء بتاع الكابتن بوبو عليه رحمه الله. نعم. لكن انا يعني صراحه استياء كامل جدا. يعني انا مستاء جدا جدا من اللي حصل ده، لان ما يصحش يا كابتن احمد. لا، غير مقبول ان يحصل الكلام ده، لان انت عارف حضرتك دي رياضه. وبعدين المخرج يقصد، وبعدين اذا كنا هنقول بقى ان احنا نعمل قنوات اتصال مع الجماهير او الروابط او الكلام ده، لكن تطلع يوصل بهذا المنظر، لا مستحيل. ده شيء مرفوض شكلا وموضوعا. ده شيء مرفوض شكلا وموضوعا. لكنه اللي انت بتاكده انه حصل اتصال مع السيد اسامه هيكل وزير الاعلام. انا باكد لحضرتك وبخصك بهذا السبق. نعم. واصدر قرار بايقاف المخرج. بايقاف المخرج وتحويله للتحقيق. واعتقد انه ده قرار مهم جدا. ودي حاجه يعني دي حاجه جديده علينا كمان يا كابتن احمد. ان يكون في وزير بيتحرك بسرعه جدا. نعم. وبيصدر القرار بسرعه جدا، وانا بشكرك لموقفك المحترم. ده طبيعي، ده لازم يا كابتن. انا بشكرك لموقفك المحترم، ويا ريت الناس بس تتعلم منك ويحذو حذوك يعني. الله يخليك كابتن عزمي. والله لان ده شيء محترم. وشوف احنا بنختلف في حاجات كثيره طبعا وبنتفق في كثير. نعم. لكن انا بقول لابد ان تاخذ حقك يعني. اشكرك كابتن عزمي. واتمنى ان انت تمشي على هذا الخط وتتبنى هذه القضيه. ده ما فيهاش فصال، ما تاكد من ده. يعني تتبنى هذه القضيه لان دي حاجه مهمه جدا يعني. تاكد من ده. اشكرك كابتن عزمي. انا بشكرك يا كابتن احمد، وكل سنه وحضرتك. وبشكر الوزير. الحقيقه هرجع للاستاذ